حبايبنا الحلوين، عندي لكم فكرة حلوة قوي قوي اعملوها في كل مطبخ. بس قبل اي حاجة يلا بينا نصلي ونسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نبدأ بينا. اقول لكم على فكرة حلوة قوي. لو عندك بطاطساية او بطاطاية، اي حاجة، المهم اي حاجة عندك، بطاطس، بطاطا، اي حاجة من الحاجات دي، هقولك تعملي ايه. هاتي اي بولة عندك، اي علبة لبن. انا جايبه علبة لبن قديمة عندنا. هاتي برطمان صغير كده ولا حاجة، حطي فيه ميه، حطي فيه البطاطا او البطاطس، بس كده. ولا بقى تجيبي طين ولا تراب ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. انت بس مجرد ما تحطيه زي ما انا شايفين من شويه، هيبدا كل يوم انها تزرع كل يوم، وكل يوم هتكبر. كل يوم يوميا، مش عايزه اقول لكم ان انا يوميا بشوفها، حرفيا كل يوم تكبر. وزي ما قلت لحضراتكم كل يوم بتكبر. كل اللي عليكي بس ان انت بتشيليها كل يوم من قلب العلبه، من قلب اي حاجه حطها فيها، وترمي الميه اللي فيها وتمليها تاني. كل يوم اعملي كده. مش عايزه اقولك ما شاء الله حلوه جدا جدا، وكل يوم بتكبر لدرجه ان احنا احيانا بنجيب خيط كده وبنربطه فيها، بتكبر بقى، بتمشي عليه على طول. زي ما تكوني شايفين فكره العنب كده والحاجات دي، ونفس الفكره بالظبط. كل يوم شيليها، ارمي الميه اللي فيها واملي ميه تانية، وبس. هو ده اللي احنا بنعمله. خليها بقى معاكي في المطبخ، خليها في الدور الارضي عندك، حطيها في اي مكان، هتكبر معاكي وتبقى زي الفل. انا بقى حطها في المدخل، بنعمل لها بقى خيط كده، وبتفضل انها تمشي على الماسوره عندك، على السور، على الترابزين عندك، ما شاء الله فله. نحطها في الحوض اللي في المدخل بس على ما تكبر شويه. فكره حلوه، تديكي طاقه كده ايجابيه وحلوه. والورق بتاعها خضره جميل، كل يوم بتكبر. كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.